نيفا بتفوق تلاقي نفسها في بحيرة كانت غرقانة، مش عارفة ايه جابها هنا، وهي ناسية كل حاجة، وتقرر تروح عند امها اللي اصلا امها بتدور عليها باقيلها كام يوم. وهي بتبلغ في الشرطة، نيفا بتقول لامها انا هنا، امها مش شايفاها وكأنها شبح، وحرفيا محدش في البيت شايفها، بهل بيتجاهلوها لحد ما تبدأ تشوف جثتها قدام عينها. وهنا يبدأ مسلسل البنت اللي بترجع من الموت. دعم بقى صديقي، دعم لايك كده قبل ما الفيديو ما نبدأ. اول حلقة بتبدأ فعلا بنيفا غرقانة في بحيرة، فجأة بتدب فيها الروح زي ما قلنا في الأول، في منطقة كأنها زي الغابة، صاحية مش عارفة هي فين أو جت إزاي، الذاكرة ناسياها نوعا ما، بس وهي خارجة يبدو كأن شخص بيراقبها من بعيد، وهي بتنده على أي مساعدة بصوت عالي. ماريا ودانيال يبقوا أبو وأم نيفا، أو مش أبوها وأمها، هي ماريا هي اللي أمها، إنما ده جوز أمها، وبين من طبيعة علاقتهم إنهم أكتر سعادة من غيرهم، وبالذات الأم سعيدة أكتر من جوازها الأولاني. المهم بنلاحظ إن في غربان بتطير كتير قوي، وبرضه العائله الحبوبه دول بيبانوا انهم مهتمين بالفراخ اللي عندهم او مستنيينهم تبيض، مما يعني ان حياتهم معتمده على الاكل الطبيعي، اكتفاء ذاتي. الغربانه اللي بتطير وقعت على اوضه ماكس واخته اليكس بنت دانيال، فهي مش اخت نيفا. ماكس بيروح لاوضه نيفا يوراها الغراب الميت، مش بيلاقي اي حد. هنا تبدا القلق بتاع العيله على البنت اللي ما ظهرتش من امبارح. اما البنت وهي في طريقها للبيت عدت على مكان الذاكره بدات ترجع انها كان بتسابق في سباق موتوسيكلات، وغالبا دي الهوايه بتاعتها والرياضه المفضله. بعدين في كلب بيهوهو وجامد عليها، لما بتزعق فبيسكت، ده مش بيخليها تشك في اي حاجه، الموضوع عادي. طبعا من قلق العيله على البنت فشافوها في الGPS، لقوها انها ما خرجتش من المكان اللي كانت فيه امبارح، والذي يبدو انه اخر مكان كانت هي فيه، وكانت حفله. المهم دانيال بيروح لمكان الحفله، بيسال من اللي موجودين، وبيسال هذا الطور، فيرد يقول ان هو ما شافهاش. وهو ماشي دانيال في الغابه وبيرن، سمع صوت الرنه، بيلاقي تليفون نيفا مرمي على الارض. وهنا الامور تبقى اكثر جديه عن ما مضى. بس قال له الام بتحصل، يمكن وهي سايقه العجله وقعت التليفون او من على الموتوسيكل. الام مش مقتنعه. نيفا بتروح، فبتلاقي ماكس بيدفن في الغراب، لا تهتم، وتدخل على امها تندهها. امها ساكته. نيفا اعتقدت ان امها غضبانه منها او زعلانه مش بتعبرها، حاولت تكلمها من تاني يا امي، بس الام متجاهلاها، عامله فيها اللي مكفيها. امها بتكلم الضابط يدور على نيفا، حست ان الموضوع بجد مش مقلب، بتحاول تشتت الانتباه انها تكسر البتاعه دي من قدام امها. امها ما انتبهتش، لان يا مشاهد القصريه زي ما هي وكانها ما اتحركتش. امال ايه اللي حصل؟ نيفا مش مستوعبه ان هي مش متشافه، فبتطلع عند اختها اليكس، تحاول تكلم اليكس تقول لها كفايه المقلب بتاعكم مش مضحك، اتوقفوا لحد كده. اليكس مش شايفاها، بس هي شايفه نفسها في المرايه، بس الاوحش هي شايفه مكان كانه خن. البنت ما استوعبتش، خلايا عقلها مش عارف يجمع، بتروح تلاقي كل اجزاء جسدها في كدمات مميته، دماغها فيها حفره وكانها وقعت من حاجه. دانيال بيروح لابو نيفا الاصلي، وهو اعر اب ممكن تحصل عليه فتاه نوعا ما، يعني هو سكير دايما شارب مش في وعيه بس حنين. بس شاف بنته امبارح في الحفله وكلمها لمده دقيقه او مده قليله، بس بيدور عن بنته بعد ما عرفت انها اختفت. اما هي بعد ما استحمت كتبت انا هنا، يمكن حد ياخد باله من الكتابه دي. بعدين في اوضتها بتشوف صوره حد، بتحاول تفتكر هو مين، وده بيطلع مايكل حبيبها. وكان في نفس الوقت وهي بتفكر الواد الطور ده كان باصص بنظرات حقد كده بيكراش عليها. ربما ام نيفا بتروح لمايكل، بيقول لها ان هو ما شافهاش غير في الحفله امبارح. طب انت سبتها تمشي ليه؟ قال ان غالبا كانت عايزه تروح البيت، سبتها تمشي، كنت هعمل ايه يعني؟ وما يعرفش عنها حاجه. الاتنين الاخوات وهم خارجين، بالذات ماكس بيقف قدام اخته ثانيه وكانه حاسس بيها. طب هل هو شايفها؟ بس فاق ومشي. برضه من الذكريات بتاعتها اللي بترجع انها كانت في حفله امبارح، قررت تبدا من الحفله، تدور من الحفله، راحت تركب الموتوسيكل ومتوجهه الى المكان. بعدها بنلاحظ ان الموتوسيكل لسه موجود ما اتحركش من مكانه. بتفتكر برضه انها كانت ماهره قوي في سواقه الموتوسيكلات، والسباقات دي كانت دايما الاولى في كل الجوائز. المهم نيفا لما وصلت برضه لمكان الحفله، كان الرجاله كلهم ونص اهالي المدينه اتجمعوا وقالوا يدوروا في الغابه على نيفا. اما نيفا الفلاش باك بيرجع، بنشوف كم مشهد ملوش لازمه، بس اللي ممكن ليه قوي ليه لازمه ان في بنت بيترمي عليها ميه ساقعه. فجاه في الفلاش باك كانها جاها وعي، بتقول انها في البحيره، الجثه في البحيره. بتبدا تفوق، بتجري عليهم في الغابه. ابو وام نيفا بيتقابلوا وبتساله هي ما كلمتكش في الحفله لما قابلتها وايه كان شعورها؟ قال ان كلمها 5 دقايق بس، وهي كانت
اكيد زعلانه، في حاجه مضايقاها، بس هو معرفش منها ايه السبب. بس المحققه جت تاخدها، بتقف البنت مع الكلب، وغريبه ده الكلب ده وكمان حاسس بوجودها. ولو انت فاكر في اول كلب برضه كان كانه شايفها. هل الحيوانات بس اللي بتشوفها؟ وبعدين بتاخده علشان يرشد الناس لمكان جثتها. فعلا هم ماشيين، بيبدا دانيال ياخد باله ويقول لهم غالبا الكلب شم ريحه، ويقرروا كلهم يمشوا وراه ويقفوا عند البحيره. نيفا بتقول انا موجوده هنا بس محدش سامع. بس شويه من الشباب بيسمعوا صوت الغربان بتكتر. الرجاله بتقول الغربان يعني في حاجه في البحر، مش هيتجمعوا من فراغ. بيحاولوا يجروا ناحيه البحيره. الأم بتحاول تستوعب، أو هي مش عايزة ما تستوعبش معنى الكلام ده. الشباب بتجري لما فعلا بدأت تشوف حاجة. وبعد شوية وقت قليل بيخرجوا ومعاهم جثة نيفا. الأم بتنهار تماما على بنتها. نيفا نفسها يعني إيه أنا شايفة نفسي جثة وأنا الوقت حية وبتكلم؟ الحزن مخيم على باقي العيلة. كان في محقق كده للأمانة صديق، أنا مش عارف هو ده راجل ولا ست، المهم اكتشف إن في قارب اتحرق قبل الغرق بثواني قليلة. أما الناس وهي راجعة لبيوتهم، الأب بدأ يشرب اكتر ويلاحظ حاجه كده او كانه حاسس حاجه. نيفا بصاله، هو انت شايفني؟ الاب فعلا شايفها، بيكلمها. الناس فكرته اتجنن، هو قال اصلا على نفسه ان هو بيهلوس وما اقتنعش. البنت جرت وراه عايزه تقول له ايوه انت شايفني بجد، ده مش هلوسه وده مش شرب كتير، بس هو بيهرب منها، بتطرده وبتجري وراه بالموتوسيكل. يقول لها انا بنتي ماتت، ويحاول يفوق نفسه لحد ما بتقف قدامه، بس هو مش مركز في الطريق، فيقوم يخبطها. يشوفها ويوقف بسرعه، بس ملاحظ ان الازاز رجع عادي وكانه ما خبطش حاجه. لما يبدا يفهم انت ايه او عايزه ايه، بتطلب منه المساعده انه يعرفوا مين اللي قتلها. لسه الاب بيحاول يقتنع يركز، وعشان يقدر يفوق بيشرب بزياده. بيحاول يقول ان انت لحد دلوقتي ميته مرتين، وقت ما خبطتك ووقت ما غرقتي. ازاي انا شايفك؟ وليه انا الوحيد اللي شايفك دونة عن الناس؟ هي ليست لديها اي اجابه لكل مثل هذه الاسئله، وهي مش فاكره اي حاجه من الاحداث اللي حصلت معاها في الحفله. فلو انت فاكر قول. قال اني مش فاكر غير ان هي كانت حزينه. ليه؟ مش عارفين. بعد فتره من الوقت بتروح للمشرحه علشان تدور على الجثه بتاعتها. بعد ما شافت 3 جثث ما لقيتش جثتها موجوده في المشرحه بالكامل. استنت شويه، استخبت. انا مش فاهم استخبت ليه، كده مش متشافه، بس بيدخلوا الجثه بتاعتها. بدات تشوف جسدها قدام عينها، ودي حاجه طبيعي ما يستوعبهاش العقل. ازاي الجسد اللي انا عشت بيه مرمي قدامي؟ تشوف جلدها اللي لونه اتغير بسبب الموت. بتشوف اغرب حاجه، حرق في مكان، حرق في صباعها. افتكرت صحيح في الحفله كان بتحاول تكلم واحده واتحرقت من الشمع ده او البتاع بتاع الاحتفال. فضلت موجوده لحد ما الدكاتره بتوع التشريح وصلوا، جو يشوفوا الجرح بتاع الرقبه، لقوا حته حديد مخبوطه في الرقبه، مش عارفين بالظبط هي ايه. بس الاغرب مع توتر نيفا الكهرباء بدات تقف وتشتغل. كل ما التوتر يزيد ده بيأثر على الكهرباء اللي موجوده. وكان كلام الدكتوره ان دي اول مره تحصل، عمرها ما حصلت قبل كده. ده خوف شويه المحققه، بس ما اهتمتش. الاب من كتر توتره وحزنه مش لاقي حد يروح له، مش عارف يعمل ايه. مفيش غير انه كان عايز يروح لمراته القديمه، بس لقى جوزها لاحظ انه عايز يدخل. دخل عزمه على شاي، بدأ يفتح مواضيع غريبة زي هو الروح بتروح فين بعد الموت. بس هو لسه بيسأله هي ايه اللي بعد الموت. طبعا صديقي نحن لا نلحد، ولكن هذه أسئلته هو. نحن نعرض المسلسل بكل شفافية. ثم ننتقل للدكتورة بتاعت التشريح مرة تانية. قالت سبب الوفاة. قالت أولا الجثة اتخنقت بحزام شديد من الظهر، كأن شخص وراها وبيخنقها بحزام. ثانيا خدت ضربة على دماغها، وده كسر بعض العظام في الجمجمة. ثم وده أهم، اترمت في المية وهي ميتة. يعني هي ما ماتتش غرقا، وإنما هي كانت جثة يوم ما اترمت في المية. ثالثا والأهم، الجسد كأنه فيه كحول، ولكن فيه مخدر. سألوا هل المخدر ده هي شربته بمزاجها ولا هي اتخذته غصب عنها؟ هي ردت انها ما شربتش مخدر، بس ما فيش حد سمعها. ولكن الدكتورة ردت وكملت ان 99% من الحالات اللي بيجوا زي كده بيبقى الجثة ما بتبقاش عارفة انها خدت مخدر. هنا البنت على طول نيفا بتجري على البيت بتاعها، بس بيكون الاب خارج من بيتها. ابوها بيشوفها بيلاحظها، طبعا التاني مستغرب هو في ايه، فبيخلص معاها عشان يروح يكلمها. أول لما بيشوفها بيحضنها بسرعة، بدأ يتقبلها شوية. أما ماكس لاحظ وسمع صوت حد بيتكلم، كان طالع بره يشوف هو الكلام ده بتاع مين بيكلم مين. وقامت قالت لأبوها إنها ماتت مقتولة مش ماتت غرقا، وإن حد حط لها حاجة في المشروب بتاعها، وأكيد واحد من اللي هي بتثق فيه في الحفلة، بمعنى إن هو غالبا يا صاحب يا قريب. وتبدأ تفتكر شوية ذكريات لها في الحفلة وهي بتكلم ناس. أما الأم تاني يوم، الأم وهي بتحضر الفطار زي عادتها، باين إنها مش في الدنيا، تايهة. الحاجات البسيطة مش عارفة مكانها أصلا.
والمفروض ان النهارده رايحه تشوف بنتها او جثه بنتها، وفعلا راحت مع جوزها وقربوا لحد ما الغطا بيتشال من على وش الجثه. بنشوف لحظه انهيار الام تماما للمره التانيه، كأنها كانت بتحاول تكذب نفسها، مش مصدقة إن بنتها ماتت بجد غير لما شافت جثتها قدام عينها. هنا البنت أدركت قد إيه أمها كانت بتحبها، بس هي زي الغبية ولمت الجثة إن أنت زي الغبية ما كنتش تعرفي حب والدتك. كانت نفسها تحضن أمها وتواسيها بس حتى مش عارفة تلمسها. أما في البيت الأب بيحاول ينسى وبيبص للجوابات بس بتدخل عليه، بتلاقي برضه فاتح هل الجثة بتروح فين بعد الوفاة أو الروح بتروح فين، ما زال الإلحاد بحق الجحيم. وتكمل في البحث بتحاول تدور على كل الصور بتاعتها في الحفلة، يمكن في صورة منهم تفكرها بحاجة، وفي نفس الوقت طلبت من أبوها يكتب أسامي الناس اللي كانوا موجودين في الحفلة بالكامل. الفكرة إنها شربت كتير من ناس كتير، مش من واحد أو اتنين، يمكن أي واحد منهم كان حاطط المخدة. ثم تقول إنها عايزة تروح لمكان، بس قبل ما بتروح وتركب بتبدأ تفتكر ذكرى برضه من ضمن السباقات اللي كان بتسابق فيها مع حبيبها. الاتنين خبطوا في بعض، عملوا حادثة. هي الحمد لله كويسة من الحادثة، بس ده نوعا ما غيرها، وهتشوف الترتيبات قدام. المهم بتروح لنادي الموتوسيكلات اللي كانت مشتركة فيه، وبتلاقي الطور قعدت تقلب في التليفون بتاعه بعد ما سابه، تشوف كل الصور لحد ما بتشوف صورة بنت اسمها جوين، وهي نفس البنت اللي كانت ماسكة الحاجة اللي حرقتها في صباعها. بعدين بيدخل حبيبها. كل الموضوع والكلام بتاعهم كان عادي، ما فيهوش حاجة مثيرة، ونيفا ماشية مش مهتمية لحد ما في كلمة مهمة اتقالت ان الموضوع مش عايزين يتكلموا فيه. هو ايه الموضوع؟ هنا أدركت وعرفت ان الاتنين دول مخبيين حاجة، والموضوع ده له علاقة بيها او بمقتلها. بعدين لاحظت حاجة غريبة كده، نظرات، ويا رب ما يكون اللي في بالي يا صديقي. المدرب بيدخل بيقول احنا قد ايه مفتقدين نيفا دلوقتي، بس احنا في بطوله مهمه داخلين فيها ولازم نأدي كويس، مش لو عشاننا احنا بل عشان البنت اللي ماتت. وكلام بيحاول يأثر فيهم. بس انت برضه انا شاكك فيك، يا رب ما تطلع اللي في دماغي. بتطلع بره النادي، بتلاقي في القعده بتاعت الحانه والتلفزيونات شغاله الاخبار بتقول ان الجثه بتاعت نيفا اللي اتلقت النهارده دي اتقتلت مش ميته موته طبيعيه، وان الشرطه بتدور على مين اللي قاتل. الام طلعت اتكلمت مع الناس، بتقول انها بتتوسل لكل واحد في البلده، بتتوسل ان اللي عارف اي معلومه او عارف اي حاجه يقولها للشرطه، لان ده هيساعد انها تلاقي مين اللي عمل كده في بنتها. كل البني ادمين دول كانوا شبه الخنازير، قاعدين بيتريقوا على الموتى او بيتريقوا عليها او على العائله بالكامل. ما استحملتش الضغط اللي هي كانت سامعاه. فجاه كل بيختفي من لما الضغط زاد عليها. مش عارفة هي اتنقلت لعالم موازي تاني ولا هي موجودة فين، بس اللي ملاحظاها ضربات قلبها اللي زادت بسرعة الضعف ومش عارفة توقفها. بترجع تاني لأبوها اللي بنلاحظ إنه كان قرب يتصل على طريقته. بتدخل تقول له إنه حبيبها والواد الطور الاتنين خافين عنها حاجة لها علاقة بموتها، بس الأغرب إنها لما توترت قوي كل حاجة اختفت حواليها، وده حسسها بالوحدة. حاول الأب يقول لها ما تضغطش نفسك، فلتترك الشرطة هي اللي تدور وتلاقي القاتل، بس البنت رافضة وطلبت منه يجيب الأسامي بتاع كل الناس اللي كان موجودين في الحفلة. وكان بتدور في الأسماء وكان في حد معين هي بتدور عليه، ألا وهي البنت اللي البنت لما قعدت تبص وكده وجال لها فلاش باك تاني بنعرف انها قعدت اتكلمت معاها شويه. البنت كانت معجبه بيه، مش معجبه يعني كصديقه، وانهم من نفس عمر بعض، وان البنت دي شغاله في بنزينه. اول ما افتكرت البنزينه اللي هي شغاله فيها قررت تروح هي وابوها، وبما ان البنت اكيد مش هتشوفها فابوها غالبا اللي هيدخل يتكلم نيابه عنها، بس ابوها بيحاول يجاريها، مش عايز اصلا يروح يتكلم في حد هو في اللي مكفيه. فهي الاول قبل ما ابوها يروح يتكلم قررت تراقبها تشوف اي حاجه كده منها غريبه. ولكن الصدمه البنت بتحس بيها، دي مش بس بتحس بيها، دي بتكلمها. البنت حرفيا شايفاها. نيفا مش عارفه ازاي دي شايفاها او اللي بيشوفوها بناء على ايه بيشوفوها. طب ليه امها ما شافتهاش؟ الغموض بيزيد، الاسئله بتزيد. البنت دي ما تعرفش انها ماتت اصلا، وما تعرفش ان اللي بيتكلمها دي جثه، وما عرفتش منها اي حاجه غير انهم قعدوا في الحفله اتكلموا شربوا اتكلموا تاني. والاغرب قالت لها ان انت في الحفله رحت قابلت واحد طويل وبشعر اسود، وده غالبا مواصفات الطور. استغربت، طب انا رحت لده ليه؟ خدت الكلمتين وقالت مش عايزه اسمع تاني. رجعت لابوها وقالت لابوها ان البنت شافتها. الاب مستغرب، طب طالما كده يبقى انا مش مجنون، طب يبقى اكيد امك ممكن تشوفك. بس هي قالت انها حاولت ولكن الام ما شافتهاش. بس في حاجه اهم لازم تعملها، لازم تروح لمكان الحفله. فعلا بتروح وتبدأ تحاول تركز وتفتكر. بتفتكر فعلا ذكريات يا صديقي. بتفتكر ان في الحفلة وحبيبها بيرقص كانت هي متضاربة زعلانة متضايقة بسبب الحادثة اللي عملتها الظهر ومشت لبعيد. هو بيحاول ينده عليها يكلمها مش بترد عليه. في الاخر قال لها انت عايزة ايه؟ قالت انها مش عايزة تكمل في الحياة دي تاني. من الاخر مش عايزة تكون في علاقة معاه، مش هتكمل.
رده كان اكتر بغضب ان ده مش بمزاجها، وقت ما هي تحب تمشي هتمشي، وانه مش هيسيبها تعمل اللي بمزاجها. هل هو بيهددها؟ هل عمل حاجه بعدها؟ دي كلها اسئله بتدور في دماغها ناو. اما في البيت الاب حاول يستفرد بمراته اللي طلقها، بيحاول يكلمها. دانيال سابه ياخد راحته، كونه ديمقراطي. الاب قال لمراته بنتنا اللي ماتت انا بشوفها بتظهر قدامي. الام ما سطرتش على جوزها او طليقها، فضحته وقعدت تتريق عليه، وكمان انت بتجرحني، بتجيب سيرتها من تاني. اعصابها بدات تبوظ، بدات تنهار، كأن عقلها بيحاول يتناساها. وساعتها ما كانش من دانيال غير انه يطرد الاب لبره ويطلب منه ما يجيش تاني. وفي نهايه الحلقه باغنيه مكتئبه لكل واحد منهم زعلان بشكل. في منهم اللي مش زعلان قوي، بل اتصدمت لما عرفت ان اللي قابلتها النهارده اتوفت لما شافت خبر وفاتها. وفي الاب اللي زعلان على مراته وزعلان على بنته وعلى حاله وبيكمل في اللي هو فيه الشرب. الام اللي منهاره تماما وهي قاعده في اوضه بنتها بتحاول تصبر نفسها، بس مش قادره تنسى ولا قادره تتخطى حبيبها اللي بيروح للبيت بتاعه اللي قاعد فيه. وهو قاعد وسرحان النور بيقفل ويفتح ويقفل ويفتح، وده معناه ان البنت موجوده معاه، وفعلا كانت مستخبيه، ولكن النظره بتاعتها نظره حد حائد او كاره، مش نظره طبيعيه. وتنتهي الحلقه الثالثه بتبدا بفلاش باك للبنت جوين، وكانت راكبه العربيه مع اخوها الصغير وحبيب نيفا اللي هو اصلا ابن عمها. والمشهد اللي بعد كده نشوفها قدام سور وعليها صوره اخوها ومكتوب انه مات، وغالبا مات في الحادثه. بعد كده بتقابل نيفا. جوين بتسال نيفا انت ليه اخترتني انا بالتحديد؟ وهنا تتجلى الواقعيه في الرد، انها مش مميزه عن باقي الناس فاختارتها، ده بالصدفه ان هي الوحيده اللي بتشوفها، وبس طالبه المساعده انها توقع ابن عمها لانه غالبا السبب. فعلا علشان تعمل كده طلبت من ابن عمها يطلع يساعدها في العجله بتاعتها. لما طلعوا وعرفوا ينفردوا مع بعض كان نيفا جنبها بتقول لها اساليه لو اذاني في الحفله، اساليه لو كان عمل حاجه. فعلا بتحاول جوين تكلمه، بتفتح معاه الموضوع واحده واحده، تكلموا عن الحفله. وقامت جابت سيره نيفا وعلاقتهم مع بعض وقالت له انتوا كنتوا كويسين؟ الله كنا زي الفل. وسابها ومشي من غير ما يسيب فرصه انها تساله اكتر من كده. بعدين بتمشي ورا نيفا لحد ما هو كان بيكون وصل لبيت نيفا عشان يقابل امها، بيعزيها. وفي نفس الوقت بنعرف ان النهارده في حفله زي ما تقول تأبين او حزن على روح نيفا. القريه كلها تبقى موجوده في الحفله دي، ولكن يا صديقي بتوصل هي. ماكس بيلاحظها، بيحس بوجودها، بس الجده بتنده عليه. والاغرب ماشي في نظرات غريبة ما بين أليكس وما بين حبيب نيفا، نظرات إعجاب أو هم مخبيين حاجة عن بعض، بل إنه طلب من أليكس إنها تيجي معاه النهاردة تشجعه وهو بيتدرب. ودي غريبة قوي، عشان كده الفضول كان عند نيفا المليون، وركبت الموتوسيكل ومشيت وراه لحد ما بيوصلوا المكان. وبيقول لها الحكاية اللي ما بيننا مش عايزين أي حد يعرفها، وبيتكلموا عن نيفا كأنهم عارفين إنها ماتت أو مش متفاجئين. ودي كلها كانت شكوك، اللي أكد أكتر لما طلع الجاكيت وقال إحنا لازم نخفيه من قبل ما أي حد يعرف. كل دي نيفا في حالة صدمة، مش مصدقة اللي شايفاه، لحد الاتنين بيروحوا عشان يحرقوا الجاكيت. بتحاول نيفا ترمي الكبريت عشان الجاكيت ما يتحرقش لأنه دليل، بس بتفشل. مش مصدقة جرت عند صاحبتها اللي بقت وحيدة الوقت جوين وقالت لها اللي حصل. جوين مش فاهمة، ما أنا برضو مش بقرا العقول، ما اعرفش ايه اللي جاب المعطف وهم لهم علاقة بيكي ولا إيه، بس الحاجة المهمة إن النهاردة في الحفلة هنفهم كل حاجة. أما المحققين اكتشفوا ان القارب اللي كان اتحرق لما قعدوا يفحصوه لقوا قطع صغيره من القلاده اللي كانت لابساها نيف، كانت اتكسرت وموجوده في القارب. طب ايه اللي وصلها للقارب؟ اما جوين وهي قاعده بتاكل بحزن بتفتكر شويه ذكريات وهي سايقه العربيه بسرعه واخوها وراها، وغالبا هي المتسببه في موت اخوها. بيبدا حفل التأبين بقى. اولا كده الرجاله كل واحد منهم بيلبس التيشيرت بتاع نيفا والرقم بتاعها، ثم بالليل بتبدا الحفله. كلهم بيتجمعوا، جوين والاب ونيفا موجودين. الاب مستغرب انت كمان شايفاها ازاي؟ طب انت شفت اشباح قبل كده؟ البنت حست بحساسيه، والدي انا لست شبح، ما تتكلمش بالطريقه دي وانا موجوده. بعدين الاب عرف ان حبيب نيفا متورط في الموضوع وحرق الجاكيت، كان متضايق عايز يروح يضربه، بس قالت له بالعقل، كله بالعقل. اما اللحظه الفارقه في الحفله لما بتروح جوين لأليكس تقول لها انا عارفاكي، انا كنت معاكي لما كنا في ابتدائي، وعارفه اول رسمه انت رسمتيها والحاجات الهوايات المفضله بتاعتك والماده اللي انت بتحبيها. طبعا المعلومات دي كلها جايباها من البنت اللي بتلقنها وبتقول لها جنبها. لما فعلا بدات تثق فيها قالت لها انا عارفه ان لك علاقه بموت نيف، وعارفه انك النهارده حرقتي الجاكيت، فتحترفي، حاولي تتكلمي. اتوترت. لما حبيب نيف بيلاحظ التوتر بيجري عشان يلحقها، لا تقول كلمه كده ولا كده توقعهم، بس الجن بتواجهه بتقول له انت حرقتي الجاكيت، انت ايه علاقتك بموت نيف؟ هل انت السبب؟ بيزعق لها فبتسيبه. اما الام بتيجي تعتذر للاب وتقول له انا كنت اوفر اول لما زعقت لك امبارح، شكله الموضوع ما طلعش يستاهل، بس المفروض تطلع تقول كلمه، بس هي متوتره
فقرر الاب ياخد التجربه انه يطلع هو اللي يتكلم. ساعتها سمع نيف وهي بتقول له ان كل اللي موجودين هنا جايين عشان يسكروا ويشربوا، دي مش حفله تأبين، كلهم نمامين، الحفله دي لازمتها ايه اصلا؟ هو ما استحملش الضغط وساب المايك. هي فضلت مضغوطه اكتر وهي كارهه كل واحد حواليها، وبقت حاسه ان اختها الغير شقيقه وحبيبها متورطين انهم هم اللي موتوها، لحد ما كل حاجه اختفت من تاني. حاولت تقول لا مش عايزه كده، بدات تحاول ترجعهم، وفعلا بترجع للمكان بالناس اللي فيه، وهي لسه مش فاهمه الحاله دي. اما جوين وهي قاعده برضه بتفتكر موت اخوها وهي سايقه واخوها مرمي ميت، بيجي المحقق وبتحترف له، بتقول له على الحوار بتاع الجاكيت وعلى كل حاجه. بيروح زي الاسد يروح للحانه، وفي الاول بيكلم حبيب نيف انه يروح التحقيق باحترام. حبيبها ما بيسكتش ويقول انا مش متهم. ساعتها بيقول له طب انت هيتحقق معاك رسمي وهيتم القبض عليك، يتم التحقيق معاه رسميا. قالوا له احترف، احنا عارفين عنك شويه معلومات. قالوا انه كان بيحب نيف مستحيل يأذيها. راح المحقق وراله قدامه الصور بتاعت الجثه وازاي انها كانت مخنوقه. اتصدم لما شاف المنظر ده. ثم التحقيق الثاني مع أليكس، هنا كان لسه هتحاول تخبي. قالوا لها انه احنا عارفين حوار الجاكيت. ما قدرتش تتكلم، قالت انا هقول الحقيقه. وكانت نيف قاعده حاضره التحقيق ان اثناء الحفله كانت أليكس وحبيب نيف كانوا الاتنين في العربيه، يعني الاتنين كانوا بيخونوا نيف اصلا. نيف انصدمت، اتعصبت، ما بقتش قادره تسمع، خرجت وقفلت الباب جامد لدرجه ان الهوا حرك الورق. حتى وهي ماشيه بتقول لصاحبتها انا مش عارفه هل انا افرح ان حبيبي ما قتلنيش ومش هو السبب في موتي، ولا ازعل ان هو اصلا كان بيخوني. المشاعر بتاعتها مضطربه. ودي برضه نفس الحاله اللي كان في حبيب نيف، اللي بيقول ان ما بقاش على حالته بعد ما شاف حاله الجثه في الصور، وده شايله هم تاني. طب ايه الهم الاول؟ لان ساعه الحادثه بتاع اخو جوين لما الثلاثه كانوا في العربيه هو حط ايده على وشها وهي بتسوق، وساعتها عملوا الحادثه، ويعتبر هو السبب في موت اخو جوين الصغير، فعشان كده هو حاسس ان السبب في قتله. في نهايه الحلقه الثالثه جوين كان بتقول اغرب حاجه، ان لما حصل الموتة كان في حاجه في الغابه كانها بتراقبها، وده نفس اللي حصل في اول الحلقه لما شفنا كأن حاجه في الغابه كان بتراقب نيف. فنيف دلوقتي بتقول الغابه دي فيها سر. المهم من ضمن المشي والسرمحه بتاعت نيف كانت في الغابه بتلاقي الحجاره الغريبه اللي مطلعه لون على ايدها دي. اما ماكس بيأكد لامه ان كلام طريقها صح وان نيف بتظهر وهو بيحس بيها، بس هي بتقول له يا ابني اعقل وانت عبيط. اما أليكس ومارك قال لها اللي حصل بينا كان غلطه مش حب، دماغك ما تروحش لبعيد. ويطلع ان الجاكيت اللي هم حرقوه اصلا كانت نيف اديته لاختها أليكس قبل ما تموت عشان اختها كانت سقعانه، فهي حتى قامت قالت جمله بقى انا اختي تدينا الدفه وانا اتدفى في حضنك. في حاجه بقى يا صديقي، هذا الشخص وده يبقى ابو جوين وفي نفس الوقت عم حبيب نيف وفي نفس الوقت هو المدرب بتاع سباقات الموتوسيكل. مش ده الموضوع. الموضوع ان هو شاف وهي بتكلم نفسها، بس هي مش بتكلم نفسها، هي بتكلم في نيف. الام شافت أليكس وهو بيوصلها مارك وهي عارفه الخيانه اصلا، فشدوا مع بعض وقالت لها هاو دير يو مع حبيب بنتي، وانها كانت تتمنى ان أليكس اللي تموت مكان بنتها. بعدها بيطلع دانيال يقول لها دي طفله ولازم ناخد بالنا على كلامنا. ردت ان بنته شحطه 18 سنه، طفله ايه؟ وكمان دخنت نيف وهي مش طايقاها، وقررت انها تسيب البيت من الاساس وهتمشي. المهم بقى جوين قررت هي كمان تسال المحققين، اللي بالمناسبه المحققه دي امها. قررت تسال امها الصخور دي بتاعت ايه اللي كنا شفناها؟ عرفنا ان واحده كان جوزها قتلها او اتقتلت في الغابه والحجاره دي مدفنها. فنيف شكت ان يمكن هي دي اللي بتراقبنا ويمكن هي دي اللي رجعتنا من الموت، وفي غالبا شبح احنا لسه مش فاهمين احنا والممثلين. فراحوا الاولاد الغابه يعملوا شويه طقوس عبيطه على اساس ان في حاجه، وغالبا كان الوضع واخدينه هزار. لجسوة كان في حاجه للحظات بتنتقل نيف لمكان زي اوتيل، وفي اوضه معينه كانت داخله فيها، وهي داخله قامت فاقت واعطت الوصف لجوين مواصفات الاوتيل من لون السجاد للون الحيطان، فعرفت على طول ده انهي اوتيل. الام بعد ما سابت البيت وهي مش على ما يرام دايما سرحانه وفي ملكوت تاني لوحدها، البنات متوجهين لهذا الاوتيل. ولكن نيف حست بحاجه شديده لدرجه ايديها بدات تتبخر وهي مش عارفه ايه السبب، وبعدها بقى عاد الموضوع ايه بطل. حست ان في خطر شديد، طلبت من جوين ان مهما يحصل مش هتدخل معاها، هي هتدخل لوحدها. اما دانيال هيبيض ويرجع الام، بالذات اصلا ان هو عنده تروما لان مراته السابقه كانت سابته، فهو قلقان ان الام تعمل كده. بالمناسبه دي ام مراته السابقه اللي سابته. جوين وهي قاعده زي بنت الناس المحترمه وهي طالبه كوبايتين بيره والمز على جنب، بيجي مارك يقول لها عادي انك بلغت عني، انا مش متضايق، لو مكانك كنت عملت كده. ردت انها مش متضايقه فقام مشي. بعدين بيجي ابوها بيقول لها ايه اللي مضايقك؟
بتقول ان بسبب الغابه والحاجات اللي في الغابه، بس هو برضه غبي مش فاهم، بس مش بترضى تكمل له، بس باين عليه ان هو مهتم او فهم حاجه. الام المجنونه التايهه راحت لمكان بتاع غرق بنتها، باين رايحه تغرق نفسها هي كمان ولا ايه، لسه مش عارفين. ولكن الاهم نيف بتدخل للهوتيل الملعون، حرفيا في حاجه بتراقبها من بره من على البيبان وبتراقب دخولها، بتبدا تبص وتطلع لحد ما توصل للاوضه. اما الطليق والذي هو ابو نيف قعد متدمر شارب على اخره. بتقوله ماريا طليقته وتقول له احكي لي عن نيف، لان يا صديقي كان قال لها قبل كده ان هو بيشوفها ومش مصدقها، فجاء تشوف الموضوع ده بجد ولا ايه. اما نيف دخلت له الاوضه وبتشوف الستاير والاوضه المريبه ووضع مخيف. فجاه بتبدا تتخنق نفس الخنقه بتاعت موتتها واللي غالبا شكلها اتقتلت هنا. فجاه بتهدى، بعدين بيظهر عم حبيب نيف وبيطلع ان هو شايفها. معنى كده ان هو كان شايفها وهي كانت بتتكلم في جوين، ولما كان بيسال جوين في البار كان عشان عايز يعرف مكانها. المهم حاولت تستنجد بيه، تقول له انا اتقتلت هنا بس مش عارفه مين. بعد ما فرحت ان هو شايفها، بس بتلاقي ان ملامح وشه اتغيرت، هو غالبا شكله هو اللي قتلها ولا ايه. لما حست بكده حاولت ترمي بعيد وتهرب من المكان. نيف بتجري باقصى طاقتها وبرضه بيبقى بيجري وراها. نيف بتروح بيت جوين تستخبى فيه، هناك بتلاقي الحزام اللي اتقتلت بيه، بس بتدخل لعندها جوين تستغرب من هنا، فبتلاقيها قدامها تقول لها ان ابوك بيحاول يقتلني وبيجري ورايا. بس هي ما صدقتهاش وقالت لها انت خليتيني اشك في ابن عمي وابلغ عنه، ودلوقتي عايزاني اشك في ابويا. فتجري نيف على ابوها، مش بتلاقيه، هو مع مراته اللي هتموت وتشوف نيف، وبتقول له انت بتضحك عليا ولا انت بتشوفها بجد؟ ولو بتشوفها انت شايفها حاليا؟ بيقولوا انه لا. اما نيف اللي مش حاسه بامان، ولا لقيت صاحبتها جنبها، ولا لقيت ابوها في البيت، ولا عارفه تروح تقعد مع مين، بتروح لدانيال، على الاقل ده اللي رباها، حاسه فعلا معاه بالامان. اما النهار لما بيطلع بتروح لابوها تقول له ان ويليامز هو اللي قتلها بالحزام. ايوه اللعين، طب ايه هنروح نقتلوه، بس هو مش شرطي يعني لا هيروح يقبض عليه ولا ينفع يحقق، وهيروح في داهيه لو عمل اي حاجه غريبه. وان السبب اللي خلاه يقتلها لانها كانت احلى واحده بتعرف تسابق وهو متغاظ، او هو ده كان مبررها. بس يا صديقي ما خفي كان اعظم. اما الام بتروح لدانيال تقول له ان هي هتقعد في بيت طليقها كام يوم كده، لما تهدى تبقى ترجع. والسبب ان طليقها هو اكتر حد حاسس بيها. بيتعصب، ازاي تجرؤ تقول كده؟ هو يعني اللي مش حاسس بموت نيف وان نيف مش فارقه معاه، وهو اصلا اللي كان بيوصلها للمدرسه وهي صغيره، وهو اللي مربيها على ايده زي بنته. بس هي برضه مش بتسمع له وبتمشي. العائله متجمعه، جوين بتكلم ابوها تقول له انت كنت فين امبارح وسالت عن نيف ليه؟ وطريقه كلام الاب اتغيرت واتوترت، وبدات هي تلقح بالكلام، وقام سابته وراحت تدور على الحزام، بس جه وراها قالت انا بدور على المفك، بس جه ورا لها فين مكان المفك. ابو نيف راح يكمل التحقيق يشوف فعلا ويليامز اللي قتل بنته ولا ايه، وهل هو كان في الحفله، لانه لما الشرطه حققت معاه زمان وقت موت نيف قال ان هو كان في البيت، بس ما عرفش ياخد اجابه منهم. جوين لما قابلت البنت قالت لها انت عندك حق، فعلا ابويا شكله ضلالي وهو اللي قتلك. اما ابوها كان مشغول في الغابه بيزعق باعلى صوت وينده على نيف لحد ما كانت له مكالمه من مارك بيقولوا ان ابو نيف جه كان بيسال اسئله. اما الاب فعلا راح لمركز الشرطه وقال للمحققه ان هو شاكك في ويليامز. قالت له ايه دليلك او بتشك فيه على بناء على ايه؟ قال لها بدون دليل، حققي كويس معاه. هذا التخين من رجاله ويليامز وكان بيتصنت على الاب. بعدها ويليامز بيروح لمراته وتحس انه بيحاول يقنعها ان بنتهم متجننه، عشان جوين لو قالت اي حاجه وما ما تصدقهاش. ومن ضمن الحاجات دي بيقول لها بنتنا من بعد الحادثه وهي مش على ما يرام، حتى بتكلم نفسها زي ما احنا شفنا قبل كده. بس ساعتها جوين بتدخل وتبص له بصات تقول له قول لي الحقيقه، انت عملت حاجه لنيف؟ هو بيطلع وتقول له انا عارفه ان انت شايفها. بيتجاهل الكلام. لما بيضغطوا الاتنين عليه بيرد على نيف ويثبت ان هو شايفها، ولما يضغطوا عليه ومش عايزين يدينه المفتاح وعمالين يقولوا له ان انت قاتل بيزعق لنيف اللي باصص لها ويشتمها بكل السبات والشتايم. الام بتفتكر ان الشتايم دي متوجهه لجوين فبيمشي. اما جوين وهي قاعده مع امها بتحاول تقول لها انت شكلك مخبيه حاجه، وان ويليام كذاب، وان في احتراف ان جوين هي السبب في مقتل اخوها الصغير. واتاري الام كان مخبيين عليها ومش قايلين لها، ولكن اللي امر جوين تعمل كده وتخبي على امها هو ويليامز. لما عرفت كده انهارت، ولكن ده مش وقت انهيار، احنا عايزين نعرف الحقائق. بدات الام تقول في حاجه انا كنت مخبيها بس هقولها، وهي ان يوم الحفله واليوم اللي اتقتلت في نيف الام كان صحت ما لقيتش ويليامز جنبها. اما ويليامز هو ماشي بالعربيه ومش شايف حد، البوليس بيوقف وبيقرروا انهم يقبضوا عليه.
وهو حاليا متهم بقتل نيف. الاب لما بيدخل طليقته بتبص له، بنتي موجوده هنا في البيت ولا ايه؟ بيقول لها لا، بس باين انه مشغول بحاجه، ويعرفها الخبر ان ويليامز هو اللي متهم بقتل بنتهم. بتتصدم الام. حاليا بيتم التحقيق معاه. اما الرجاله اللي كان ويليامز بيدربهم وكمان مارك ابن اخوه، قام هذا السمين قال لهم ان اللي بلغ وارشد هو ابو نيف. انا كنت معاهم النهارده وشفته وهو بيبلغ، وغالبا شكله كده هو اللي قتل اصلا بنته، لانه بيشرب كتير وعقله مش في دماغه. فقرروا انهم هيروحوا له ينتقموا منه. فعلا كل الرجاله راحت له واتجمعت عليه. فضل الاب واقف على موقف بيقول ان ويليامز هو اللي قتل بنت. مارك اتضايق، انتوا مره تتهموني انا ومره عمي، ونزل في ضرب. بس اللي شافت الضرب وحضرته وطليقته طلعت تزعق لهم وهددتهم انها هتكلم الشرطه لو ما مشوش في غضون 5 ثواني، وفعلا اتطردوا. اما يا صديقي في مشهد غير مهم، وجوين بتحاول تستمتع مع نيف وعشان يصوتوا في وسط هذه الخضراء. المهم البنت وهي بتصوت كانها افتكرت الاحساس وهي بتتخنق، وكانت بتصوت وهي بتتخنق، فبدات تعيط وتنهار. وساعتها برضه بدات تفتكر في الحفله مين اللي اداها المخدر، وهي جوين نفسها اللي خدرتها، ولكن مش عشان اذى، ده نيف هي اللي طلبت منها تشرب مخدر. فقامت جوين اديتها، فردت وسالتها طب انت ليه خبيتي عليا، ليه ما قلتليش؟ ولكن وهي متضايقه وزعلانه منها بنبدا نشوف صوابع واطراف نيف بتختفي وكانها بتندثر. بعدين لمتها قالت لها هو انت ابوك قتلني وانت بتضحك عليا؟ بس البنت بدات ترجع. اما الام بتحاول تعالج جوزها اللي اتطحن، بس جات لها مكالمه انهم هيدفنوا بنتها. انهارت عايزه تشوف بنتها تكلمها، ولحسن الحظ نيف وصلت. الاب فعلا حاول يجمعهم مع بعض، وقفهم قدام بعض عشان ايدهم تتلامس عشان الام تحس ببنتها، ولكن الام مش حاسه بحاجه. بدا الاب يتكلم على لسان بنته ويفكر الام بالمواقف الحلوه اللي كانوا مع بعض، وكان في شتيمه واسلوب سخريه من نيف. بس الام استغربت ان دي مش شخصيه نيف في الكلام، بس الاب قال ان هو بيفلتر الكلام قبل ما يقوله للام. الام زعقت، طلبت منه يقول كل حاجه بدون تحريف. وهذا صديقي يفسر ان الام بنتها وحشاها، حتى كلامها حتى اسلوبها بذائتها. اما دانيال بيوصل وبيقطع عليهم القعده العائليه ويقول للام احنا لازم ندفن نيف. البنت بتتضايق وتخرج من البيت، وكمان الام بتتضايق، يعني كده بنتها تختفي تماما. شويه التصبيره اللي بدات تتواصل معاها هتروح، وبترفض بشكل قاطع ان بنتها تدفن. في نفس الوقت البنت خايفه من انها تدفن وتختفي. الشرطه بتفتش في بيت ويليامز يمكن يلاقوا ادله، والبنت رجعت صداقتها وتاسفت لجوين بالذات انها شربت بمزاجها. اما في التحقيق ويليامز بقى متهم اكتر. اولا مراتك قالت انك مشيت من جنبها بالليل، رد بكل اللامبالاه سهله، انا دخلت الحمام. قالوا له بس احنا لقينا دليل، معاك المفتاح بتاع المينا اللي كان فيه القارب اللي كان فيه القلاده بتاعت نيف. قال سهله برضه، ما معظم القريه معاهم المفتاح. طب خد دي بقى، احنا لقينا دم في الجراج بتاع بيتك، وهيحللوا الدم ويشوفوا الدي ان ايه بتاعه، فالأحسن تحترف من دلوقت. رد نكم من الأب وهو ماشي مع بنته رايحين الكنيسة. بتوقف المحققة دانيال وتقول له أنت مراتك مختفية من كام سنة، وهنا بتقصد مراته الأولانية. يرد إن غالبا مختفية من 8 سنين. فتقول له أنت شاكك في حاجة؟ هو مستغرب أنت ليه أصلا بتسأليني عنها دلوقتي؟ بس هو رد إن هو شاكك إن غالبا مراته دي انتحرت أو عملت حادثة، بس هو مخبي على عياله وهو مش متأكد أصلا. فسألته هل هي كانت شغالة مع ويليامز؟ رد وقال إن أيوة هي كانت مهندسة وكان ماسكة مشروع بتاع الهوتيل تبعه. قالت له إنهم لقوا دم من 8 سنين في جراج ويليامز، وغالبا الدم ده بتاع مرات دانيال. بس لما دخل لبنته خب عليها وقال مفيش حاجة. أما في الميتم برضه أليكس هزقت الأم، قالت لها أنت أنانية وسايبة البيت وسايبة ابنك الصغير، ودايما بتفضلي نيفا على أي حاجة. طب ابنك الصغير تعرفي حاله عامل إيه؟ أبدا، أنت ماشية بس مع الراجل ده. وقامت سابتها ومشت. في الكنيسة الأم بتعز بنتها وبتقول أنا مش عارفة أنت سامعة كلامي حاليا ولا لأ، بس أنت وحشاني، أسلوبك كله أنا مفتقدة ضحكتك. قامت البنت حركت الشمعة اللي هو أيوة أنا سامعاكي، أنت وحشاني أنا كمان. الأم مش مصدقة، ولعتها من تاني، قالت لها لو أنت شايفاني وأنت موجودة اطفيها. قامت البنت وهي مش قادرة تشوف حزن أمها طفتها. الأم فرحت أكتر، قالت لها لو أنت بتعاني وعايزة فعلا ترتاحي وتدفني اطفيها. والأم بتقولها وهي زعلانة، بس البنت عشان تريح أمها من ألم الفقد قالت أيوة إنها عايزة تدفن حتى لو كانت هتختفي ويبقى على حساب نفسها. وفعلا تمت مراسم الدفن، ولكن ما فيش أي حاجة حصلت ولا البنت اختفت، وغالبا ده بسبب لسه ما لقوش القاتل. أما مارك قرر يسيب العائلة وهيمشي خلاص، والأب بيحاول يجر نعم مع طليقته اللي هو سيبي دانيال أنا بحبك. قالت له إنها بتحبه وعندها مشاعر ليه كأب لبنتها، غير كده ما تاخدش ملف في نفسك. بس جت مكالمة إنهم أطلقوا سراح ويليامز، وده لأنه لا وجود لي دليل عليه،
كانت العائله متضايقه برضه، ازاي مفيش دليل؟ طب والحزام؟ رد حزام ايه؟ يعني محدش جاب سيره الحزام ده، او انت عرفت معلومه الحزام منين؟ اما ويليامز لما راح لمراته قالت له مش طايقاك، انت خبيت عليا وفاه ابنه الصغير ازاي، وخليت بنت كدبت، ودلوقتي اصلا شاكين فيك، خد حاجتك وامشي، وطردته. نيف متضايقه، لو الشرطة مش هتجيب العدالة وحقها ليها، هي هتجيب حقها بإيديها ولنفسها. بدأت تسمع الصوت من تاني اللي بتسمعه لما تتوتر. ساعتها قالت أنا عارفة اللي بيعمل الصوت مين، ودلنا على الحقيقة، مش خايفة منك. ساعتها بدأت تطير في الجو، والأحداث بتتغير وكأنها اتنقلت لبعد أو زمن تاني. جوين بتنده عليها لأنها اختفت في الوقت الحالي. المهم بتفضل ماشية في المكان، بتلاقي حاجة زي مقبرة وعليها خدوش، ولكن الأغرب لما بتلاقي في جثة جنبها. وتنتهي الحلقة. بعد البنت ما انتقلت مكان زي الماضي وشافت جثة حد، بنبدأ نشوف فلاش باك لقصة فيكتوريا، وهي زوجة دانيال الأولى والأصلية. والنهاردة بقى عيد ميلاد دانيال. ماري وفيكتوريا بيبقى نوعا ما أصدقاء، وحتى الأب برضه، يعني قبل ما كانت الدنيا بخير. بس فيكتوريا عمرها ما كانت بخير، كان بيجي لها حاجات زي صداع، وبرضه حكة بتحك نفسها. بس راحت تشوف الهوتيل القديم بتاع ويليام، إن هي المهندسة وكده، والهوتيل ده بتاع ويليام وأخوه يبقى أبو مارك. خلصت هندسة في الأوتيل، رجعت لعيد الميلاد. أمها لاحظت إنها لسه بتجرح في نفسها في الحفلة. ويليامز اتخانق مع أخوه عشان أخوه يبقى مستهتر سكير، مش عايز يشارك في تصليح الأوتيل. فرحت فيكتوريا تهدي الأمور، وهو أصلا سكران وكان بيكراش عليها زمان. حاول يبوسها، وقفته عند حده، فوقته. بعدين ركبت عربيتها وراحت تاني للهوتيل تجيب حاجة نسيتها هناك. سمعت صوت خبط جاي من أوضة رقم 7. طلعت لقت إن الفازة اتكسرت وفي حاجة بتتمشى، وبرضه الحكة في إيديها، ولكن كأن حد بيخنقها. اتقطع حبل تفكيرها. بيبدأ نفس الصوت اللي بتسمعه نيف وقت ما تبقى مضغوطة، وهو نفس صوت فيكتوريا بتجرح الخشب بضوافرها. وفجأة سحاب الدخان قدام البنت بتظهر، وهي فيكتوريا. وكانت فيكتوريا بتعمل الصوت ده عشان تحاول تتواصل مع نيف، وده لانهم متصلين. اللي قتلهم هما الاتنين يبقى نفس الشخص. لسه بيحققوا مع الاب. عرفت ازاي؟ عرفت ازاي ان الحزام اتقتلت بيه؟ يقول لك اصل بشوف بنتي وبكلمها، تبا لك رجل مجنون. والام برضه تقول ايوه ده هو بيشوفها، روح ريحي في البيت شويه ومش عايزين رايك. وفعلا من الوطيانه يا صديقي انها رجعت بيت دانيال بكل بجاحه. قام واجهها قال لها هو عشان اتحبس وانت مش لاقيه مكان رجعت لي، ولا انت بتمشي مزاجك وترجعي وقت ما انت عايزه؟ انما هي قامت كده اتدحلبت في الكلام، اقسمت ان خلاص اتعلمت من غلطها وبعد طليقها. بتقول فيكتوريا ان هي ماتت مخنوقه هي كمان، ومش عارفه ومش فاكره مين عمل فيها كده. جوين مع امها عرفت انهم لقوا دليل دم في الاوتيل، طلع مش في المخزن بل في الاوتيل. فقررت تروح الاوتيل يمكن تلاقي نيف اللي اختفت. ويليامز بيبقى هناك، بيجي المحقق او المحققه، بس مش طايق منه اي سؤال بل بيطرده لانه خلاص اتخنق منه. اما جوين رايحه الاوتيل. نيف بتقول لفيكتوريا احنا شكلنا خايفين نعرف مين اللي قتلنا، فعشان كده ناسين، انما انا هعرف. وبتحاول تحصر يا صديقي دماغها في كل ذره فيها عشان تفتكر الحفله، وفعلا بتتنقل لهناك. بس فيكتوريا بتقول لها انا معاكي مش لوحدك ما تخافيش. يمشوا شويتين، الله فينك يا فيكتوريا، بس بتبقى وراها. اما جوين في الاوضه رقم 7 بتطلع بتلاقي ابوها. بتقول له هل انت اللي قتلت نيف؟ بصلي. مش بيقدر يبص بس بيقسم ان لا، ولا حتى اذاها. فتقول له يبقى انت عارف مين اللي عمل كده؟ بس الاب بيعيط يقول انه ما يقدرش يقول. نيف ماشيه في الطريق وتلاقي ابوها بتقول ان لا اكيد مش هو اللي قتلني. اما جوين لسه بتضغط على ابوها تقول له حط نفسك مكان لو انا اللي اتقتلت، وبعد ما اتقتلت حد يرمي جثتي بالطريقه المهينه دي. الاب بيعيط اكتر، مش قادر يمسك اعصابه ولا نفسه، وفعلا على وشك ينطق. اما فيكتوريا بنشوفها وهي لما اتخدرت في الحفله وشاربه وبتحاول تمشي في الطريق لوحدها. بيقابلها اخو ويليامز بيقول لها انه هيوصلها، بس تحس انه بيحاول يحتدي عليها، وفعلا بيتعدى وهي بتحس بكده. بتبقى عايزه تخرج، بيضربها بالقلم، بتفتح الباب وتحاول تهرب وتجري، بيجري وراها. في نفس الوقت بيبقى هو اللي دخل على فيكتوريا وهو كان سكران برضه، وهناك حاول يتحرش بيها قبل ما يقتلها. وفي نفس الوقت وهو بيجري ورا نيف بس مسك حجر ودمر بجمجمه نيف وبدأ يخنقها. وهنا اختفت الحكايه، بس هي حاسه بالخنقه، بس بتفوقها فيكتوريا وتقول انا كمان عرفت وان هو اللي قتلنا احنا الاثنين. اما هو حاليا بيكون دخل على ويليامز وبنته ويقول له انت حكيت لها؟ فيكتوريا ونيف مصدومين والحلقه تنتهي. فعلا اعترف ان هو اللي قتل الكل، وفي نفس الوقت الاثنين رجعوا للهوتيل بس كانهم في مكان سري. جوين نزلت تستخبى في الهوتيل، اتصلت على محققه قالت لها اسمعي عمي قتل نيف وفيكتوريا وغالبا جاي يقتلني. في نفس الوقت نيف بتخبط من الاوضه السريه، بدات تكلمها
هل انت جوه؟ هل انت بتدخل؟ بعدين جابت الشاكوش وبدات تكسر. فيكتوريا رافضه تخرج، بتقول انها هتفضل مع جثتها هنا تحميها من ايه؟ انت ميته. لكن ام نيف بتوصل وبيكسروا الحيطه، بتخرج تكلم جوين وتقول لها كل حاجه. الام قاعده مش فاهمه ولا شايفه هي دي بتكلم مين ولا بيقولوا ايه، بس قالوا لها ما تنزلش تحت، كلم الشرطه. سمعت الكلام انها كلمت الشرطه، بس نزلت لتحت وشافت الهيكل العظمي بتاع فيكتوريا. والتحقيقات لما جو شافوا الجثه وشافوا كل حاجه، قالوا ان دي جثه فيكتوريا لان نفس الملابس. اما ابو جوين بيحاول يجيب الدليل اللي هو الحزام ان اخوه قتل نيف، لان بدون الدليل كده مفيش حاجه على اخوه. دانيال والعائله عرفت وزعلوا، بس البنت زعلانه لانها كانت فاكره ان امها هجرتها وسابتها، وهي اصلا طلعت مدفونه جنبها بخطوات. بعدين كلم مراته وقال لها ان اخوه قتل فيكتوريا، انه حاول يساعده يخفي الجثه، وبعدين قتل نيف واحترف له بالليل. بس كان اصلا اخوه وراه، وهو قال لها ان هو موجود معاه في الاوضه من غير ما يشوفه، وقال لها يجوا يلحقوه. واخوه ماسك له مفك. الاب خرج من السجن وعرف من القاتل. بيحاول الاخ يعرف فين مكان الدليل عشان يهرب، بس اخوه رفض يقول له الحزام فين. وبتدخل عليهم البنت. الاب حاسس بندم، كان كل مره يشوف عيله نيف وهو رايح معاهم في الدفن، وكان حاسس بتأنيب بياكله زي السرطان لما يبص في عينيهم. فقرر يهجم على اخوه بعد ما قال مكان الحزام لنيف، ولكن كان اتقتل. والتاني حاول يجري يجيب الحزام، بس دخلت عليه البنت. اقسمت انها تندمه، والنور كان بيتغير، وانه عذبها قبل ما تموت، وكل الالم اللي حست بيه. وذنبها ايه انها ماتت ولا عملت ايه لدرجه انفجار النور؟ هو مش شايفها، فبيخرج هربان زي الجبان. في العربيه بيكون الاب مستنيه ويبدا يخنق فيه. بتحاول مراته تلحقه قبل ما يقتله، ولكن للاسف كان غالبا مات. كده انت اللي هتروح السجن، عملت ايه انت ولا نيلت ايه؟ بتحاول تعمل انعاش وان كده ضيع حق بنته. ولكن لحسن حظهم رجع يتنفس، ولكن في الوقت ده قدر يشوف نيف، ودي غريبه كانش بيشوفها قبل كده. وقدروا فعلا يجيبوا الحزام اللي هو الدليل. اما فيكتوريا شافت جثتها وهي بتتاخد، وفضلت متابعها وماشيه وراها، وشافت عائلتها اللي كانت حزينه وبتعيط عليها وهي حتى مش عارفه تحضنهم. اما في جلسه تحليل كده ما بين البنت والاب، قدروا يعرفوا ان ليه الراجل شافها في اخر ايامه قبل ما يموت. ليه؟ لانه تعرض للموت ورجع من تاني بعد ما اتخنق. كمان ابوها بيشوفها ليه؟ لانه من كتر السكر برضه كان اتعرض لصدمه وكان بيموت ورجع. حتى ويلسون اللي بيشوفها لانه كان مره وهو بيسوق الموتوسيكل عمل حادثه وفقد الوعي وكان على وشك الموت ورجع. اذن كل اللي تعرضوا للموت هم اللي شوفوا البنت. اما هو في التحقيق قال انا ما عملتش حاجه، اخويا هو الشرير في قصه احدهم، هو اللي قتل، وانا كنت بحاول ادافع واتقتل منه بالغلط دفاعا عن النفس. بس ما صدقهوش، جابوا له الدليل، الحزام اللي في البصمات بتاعته وهو بيخنق البنت. تم الحكم عليه انه يتسجن مدى الحياه. لما دخل الزنزانه ما كانش ده عذابه الوحيد، بل شاف نيف قدامه بتساله انا اتقتلت ليه؟ كنت عملت لك ايه؟ قال ان بسبب كان دايما بيحس انها بتعايره، يعني زي ما انت شاف كان عايش في البتاعه دي، ما كانش حتى عنده بيت، وانه كان اب فاشل لحبيبها. يا عم ماشي، طب فيكتوريا قتلتها ليه؟ قال لي انه كان بيحبها زمان، بس كان برضه نظراتها بتقول ان هو ما يستحقهاش لانه حقير ونكره. فنيف ردت انها مش هتتدنى لهذا المستوى العار ومش هتقرر تقتله. ولما خرجت وسابته، كان اللي ناويه تتدنى لهذا المستوى العار حضرت وقالت له ان انا مش هسامحك، وهجمت عليه. لما الشرطه جت لقيته جثه اتقتل. وبس يا صديقي، قررت ساعتها من بنتنا نيف انها تبدا حياتها وتمشي الى الافق، مش عارفه رايحه فين. وسابت صاحبتها وشافت امها قبل ما تمشي، اللي امها حست بيها بس مش عارفه برضه هي موجوده ولا لا. وشافت الرسمه. في الاخر تركت الكل وذهبت. وينتهي الموسم اللي ملوش موسم تاني، عشان عارف في الكومنتات هتلاقي تقول لي اديني موسم. ورمضان كريم عليك يا صديقي. الجهد اللي انا عملته ده، قول اي حاجه في الكومنتات كده ولايك، ادعم يعني بجيب حاجه اجمد اجحد. سلام يا صديقي.